بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم في ملعب السير، وتحياتي لكل المتابعين. النهارده عندنا ليله من الليالي الجميله والممتعه في عالم كره القدم في بطوله الدوري الانجليزي، ورجعنا لكم مره ثانيه في الجوله الخامسه والاسبوع الخامس من البطوله الامتع والاروع. هنتكلم عن مباراتين مهمين جدا، مباراه ليفربول في مواجهه ايفرتون الانجليزي، مباراه قويه جدا ومهمه، ومباراه القمه تشيلسي في مواجهه مانشستر يونايتد الشياطين الحمر. مباراه صعبه جدا، روبن اموريوم مطالب الانتصار. يا ترى هيعمل ايه في المباراه دي؟ ده اللي هنتابعه ان شاء الله النهارده من خلال حلقتنا. يلا كله بسرعه يعمل فولو لصفحتنا على الفيسبوك، وكل يفعل اشتراك على قناتنا على اليوتيوب عشان يوصل لكم كل جديد اول باول من ملعب السير. ايضا شاركونا بتعليقاتكم بالنسبه لتوقعاتكم لنتيجه المباريات. نطير على ملعب الانفيلد اللي هيستضيف مباراه ليفربول في مواجهه ايفرتون. مباراه هتكون قويه ومهمه. ليفربول الحقيقه بيأدي اداء قوي في الدوري الانجليزي، اول 4 جولات استطاع ان هو يحقق 4 انتصارات قويه، فاز على بورتوسموث 4-2، وفاز على نيوكاسل 3-2، فاز على ارسنال 1-0، واخيرا فاز على بيرنلي بنتيجه 1-0. ليفربول بيقدم اداء خططي على اعلى مستوى بقياده المدير الفني ارن سلوت. مباراه ايفرتون هتكون صعبه جدا جدا على فريق ليفربول. ايفرتون عنده سرعات في الثلث الاخير، نضاي، جريليش، وعندهم راس حربه قوي جدا زي بيتو، بالاضافه ان عندهم دفاع قوي جدا جدا. علشان كده بقول لحضراتكم المباراه دي مش هتكون سهله زي كل التوقعات. انا لو هتوقع فوز ليفربول، ولكن النتيجه هتكون يبقى الفرق بسيط ما بين الفرقتين. المباراه هتكون ممتعه، هتكون اختبار قوي لقوه وصلابه خط هجوم ليفربول، وازاي هتقدر تتعامل مع الدفاعات الصلبه والقويه جدا لفريق ايفرتون. ليفربول عنده نقط ضعف، وهي ما عندوش بدايل بالنسبه لخط الدفاع، على العكس من فريق زي ارسنال عنده صف ثاني متميز في كل الخطوط. عشان كده بنقول بالنسبه للهجوم اللي بيوجه لليفربول انه عنده فريق قوي ويقدر يحسم كل البطولات. لا، ليفربول النهارده اللي نجح فيه انه يقلل الاعمار زي ما قلت لحضراتكم لمتوسط 25 سنه، ولكن هل هو عنده عمق بالنسبه للسكواد بتاعه بالنسبه للصف الثاني انه يقدر يحقق كل البطولات وينافس بقوه؟ لا طبعا، لان النهارده لو كوناتي وفان دايك وجرافنبرج لو اتصابوا مين الاحتياطي بتاعهم؟ مفيش. لكن لما اتكلم على ارسنال او مانشستر سيتي عندهم بدل اللاعب 2 و3 و4. اذا هنا في نوع من انواع التضليل الاعلامي لما نقول ان ليفربول النهارده عنده سكواد يقدر يخليه انه يقدر ينافس على كل البطولات، لكن عنده سكواد قوي بالنسبه لوسط الملعب الهجومي وبالنسبه للثلث الاخير الهجومي. ايضا كانوا بيهاجموا ارن سلوت ان هو عمل صفقات كبيره جدا بمبلغ ضخم وهو 442 مليون استرليني، ولكن النادي باع لعيبه ب 200 مليون استرليني، وبالتالي كان الصافي بالنسبه للمصروفات بتاعته كانت 200 مليون استرليني، على العكس من فريق زي مانشستر سيتي بقاله سنوات في استقرار فني صرف 363 مليون استرليني. طب ليه ما بنتكلمش على مانشستر سيتي ان هو بيصرف مصاريف جباره وما بيحققش بطولات؟ ارسنال صرف 251 مليون استرليني، مانشستر يونايتد صرف 153 مليون استرليني. كل الفرق بتنفق، ولكن مين اللي عنده معدلات الجوده ان هو يقدر يحول الانفاقات دي لاداء متميز جدا؟ يمكن بيعجبني المدير الفني ارن سلوت ومن المديرين الفنيين القلائق، وعشان كده بقول دي عبقريه ارن سلوت. لما بيطلع يتكلم قبل المباراه او بعد المباراه بمؤتمر صحفي، ما بتحسش ان انت بتتكلم مع مدير فني، لا ده انا بحس ان انا قاعد قدام محلل اداء على اعلى مستوى. الراجل حتى لما بيتكلم بعد مباراه اتلتيكو مدريد في دوري الابطال لما فاز 3-2 بصعوبه، الراجل اتكلم على 3 عناصر مهمه جدا ما يدركهاش الا مدير فني فعلا عنده عقليه مختلفه وعقليه استثنائيه. اتكلم قال لك مهم جدا لشخصيه الفريق ان يمتاز ب3 عناصر: العقليه واللياقه والجوده، وده اللي احنا بنشتغل عليه. فكره بقى ان الناس بتهاجمنا ان احنا بنجيب اجوال في الدقائق الاخيره، لا، هو ده بسبب ان انا فريقي جاهز لياقيا على اعلى مستوى على مدار ال90 دقيقه، فبالتالي جبت جون في الدقيقه الاولى زي جبت جون في الدقيقه الاخيره. كلام محترم جدا وكلام مهم جدا من مدير فني متميز وعبقري، الشاب الهولندي الرائع ارن سلوت. حتى كانوا هيهاجمون الموسم السابق بيقولوا ان محمد صلاح هو سبب انتصاراته. طب محمد صلاح حقق ارقام قياسيه ما حققهاش قبل كده. الموسم ده قال لك محمد صلاح مستواه ابتدى يقل، في حين ان ليفربول كان بيحقق انتصاراته ومحمد صلاح مش ظاهر بالشكل القوي. ولكن محمد صلاح مش ظاهر ليه بالشكل القوي؟ عشان الفرق المنافسه ابتدت ان هي تقفل على محمد صلاح. لما ابتدى يلعب ايزاك في مباراه اتلتيكو مدريد ويشارك مع جاكبو، ابتدى يبقى في مساحات لمحمد صلاح، فمحمد صلاح ابتدى يظهر بمنتهى القوه. ومتوقع ان محمد صلاح النجم العالمي يظهر بمستوى رائع الموسم ده الحقيقه، ولكن على ليفربول وادارته ان هو يعي ويكون مدرك للجزئيه اللي احنا اتكلمنا فيها. نقطه الضعف الوحيده هو عمق الصف الثاني بتاعه، لو قدر يكمله في منطقه وسط الملعب المدافع وخط الدفاع، اعتقد ان فريق ليفربول يقدر ينافس بمنتهى القوه على كل البطولات. طبعا بالنسبه لترشيحات الفانتازي انا برشح لكم محمد صلاح، يلا كله بسرعه يكابتنه. محمد صلاح ان شاء الله منتظر ان هو يفجرها الفتره اللي جايه باذن الله مع ايزاك، يقدموا موسم استثنائي ومعاهم سوبوسلاي. تطير بقى الملعب الاولد ترافورد اللي هيستضيف مباراه مانشستر يونايتد وتشيلسي الانجليزي. تشيلسي فاز في مباراتين وتعادل في مباراتين، مانشستر يونايتد فاز في مباراه وتعادل في مباراه وخسر مباراتين. مانشستر يونايتد احرز 4 اهداف واستقبل 7 اهداف، تشيلسي الانجليزي احرز 9 اهداف واستقبل 3 اهداف. فريق تشيلسي عنده هجوم قوي جدا، ولكن مشكلته الفتره الاخيره زي ما اتفقنا هو ما عندوش استقرار في الثلاثي الامامي ولا في منطقه خط الدفاع. مانشستر يونايتد بيواجه مشاكل كبيره جدا من الموسم السابق، وهو انه بيحرز عدد اهداف قليل، عشان كده تعاقد مع 3 لاعبين في الخط الهجومي، موبومو وسيسكو وكونا. بنقول ان مانشستر يونايتد بيظهر بشكل قوي جدا على ملعبه، والفريق ككل الحقيقه بيدافع بشكل جيد جدا، على الرغم ان هو عنده نقطه ضعف كبيره جدا في خط دفاعه بالنسبه لبعض العناصر وخاصه بالنسبه للظهير الايسر، ولكن يقدروا يقفلوا المساحات على فريق
فريق تشيلسي ويقدروا يلعبوا على التحولات السريعه ويقدروا يحققوا نتيجه ايجابيه. هتسالوني يا ترى مين اللي هينتصر في المباراه دي؟ انا بميل لمانشستر يونايتد، ولو اني بقول المباراه 50-50. للاسف وصلنا نهايه حلقتنا، لكن انتظرونا الفتره اللي جايه، عندنا حلقات مهمه جدا زي ما عودناكم دايما التميز والرياده معانا في ملعب السير. بشكركم جدا والى اللقاء.